أستغفر الله سبحان الله الحمد لله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم حرم وجوهنا عن النار اللهم حرم وجوهنا على النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا ربنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتليا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا أو شهيدا إلا رحمته يا أرحم الراحمين
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. من نطلب وأنت المطلوب، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجناتك. إلهنا ها هو شهرك الكريم قد رحل، ونحن على خوف ووجل، وفيك الأمل، وفيك الأمل، وفيك الأمل. فتقبل منا يا ربنا صيامنا وقيامنا وأذكارنا ودعاءنا، ولا تردنا في وجوهنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن رحمت بهم في أيام الرحمة من رمضان، واجعلنا ممن غفرت لهم ذنوبهم في أيام المغفرة من رمضان. واجعل والدينا من عتقاء شهر رمضان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأذكارنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا في هذه الليلة الشريفة المباركة ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وارحمنا يا ربنا، وارحمنا فإنك أنت أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين.
يا قوي يا عزيز. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا أهانوا علينا التراب، وارحمنا إذا أنزلونا إلى قبورنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم أنت الأول فليس ما قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. أكشف السوء والظلم عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في بورما وفي سوريا وفي فلسطين وفي عراق وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك يا ربنا فاستجب لنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت به أعلم منا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا.
وتب علينا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل بلدنا هذا كردستان بلدا آمنا مطمئنا في حفظك وأمانك وسائر بلاد المسلمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من الآمنين. اللهم تقبل منا إنك أنت العزيز الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله